السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وارحبوا يا متابعينا فوق العين وفوق الراس، ورجعت لكم بفيديو جديد وموضوع جديد عن الزلزال الذي رأيناه وحدث بمنطقتين بين سوريا وتركيا. وكيف أحل بالدمار بمنطقتين أو بعدة مناطق في تركيا وسوريا بشكل كبير ودمار رهيب جدا أدى إلى سقوط عدد من المباني بشكل مرعب جدا، وأيضا رأينا ضحايا كثيرة. ونقدم تعازينا لسوريا وتركيا. طبعا ما سمعتمش بالعالم الهولندي مايكل أو اسمه مايكل مكروف، هذا اللي قال أن الزلزال سيحدث في هذه المنطقة في تركيا وسوريا، وذكرها باليوم والتاريخ والشهر والسنة وكل حاجة، ذكر كل شيء، ولكن لم تستمعون إلى العالم الهولندي. يقول لك تأخذ المعلومات من أفواه اسمه الأجانب، كل شيء ذكر بالتفصيل إيش بيحصل وكم قوة الزلزال، ولكن الناس لم يتكلموا. سأحط لكم رابط الفيديو، شاهدوا كيف العالم هذا قام بالتنبؤ بالزلزال وذكر أنه سيحدث بقوة 7 ريختر. يلا نحب نتحدث عن المعلومة والسبب الرئيسي الذي أدى إلى حدوث الزلزال في هذه المنطقة بالذات أو في منطقة تركيا وسوريا بينهما. لماذا حدث الزلزال المدمر الذي رأيناه في تركيا وسوريا؟ هو ناتج عن صفائح تكتونية قوية جدا، أو أكبر صفائح تكتونية موجودة في سوريا وتركيا. وفي هناك تعتبر أكبر طبقة من الصفائح التكتونية. طبعا الأرض تتكون من عدة طبقات، هذه الطبقات تحتك مع بعضها البعض طوال العام أو طوال الأيام، وهي تحتك مع بعضها وتكون طاقة مختزلة بينها البين، وهذه الطاقة تريد أن تتحرر وتؤدي إلى الاهتزازات أسفل الأرض. سأترككم الآن مع بعض المقاطع للزلزال وكيف يحدث في بعض المناطق بالقوات والاهتزازات. طبعا في بعض المناطق يكون اهتزازات خفيفة ولا نشعر به أبدا، يحدث اهتزاز في الأرض ولكن لا نشعر بقوة الزلزال. وبعض الزلازل تأتي بدمار كبير تحل بالمدينة. نسأل الله يساعدنا. طبعا أترككم بعض المقاطع الموجودة معنا.